أنا مش مسامحكم أمام الله. أنتوا ما بتخافوا الله وبتقيموا واحد عنده 3 عيال عم يسترزق بده ياكل ويشرب لأنه ما بده يمد إيده للناس ولا يستعطفكم. بعد أن دمر بيته ومحله التجاري الكبير في عيت الشعب الجنوبية نتيجة الحرب والاعتداءات، اضطر الحاج عباس رحمي إلى النزوح مع عائلته إلى مدينة صور، ولكي لا يمد يده للناس قام باستحداث بسطة خضار على طريق المساكن صور ليسترزق منها ويعيل عائلته. لكن القوى الأمنية كان لها رأي آخر، إذ تركت مئات البسطات والمقاهي والمحلات التي تحتل الطرقات والأرصفة والأملاك العامة ويشغلها لبنانيون مستقون على القانون ونازحون سوريون وغيرهم. وجاءت هذه القوى لتطبق القانون حصراً على الحاج عباس النازح الشريف الصامد، ولتمهله حتى يوم غد كي يزيل بسطته في مشهد ظالم ومحزن. ولا يوم يعني عم بيهدوا البال اللي هن درك سرية صور، واليوم حصلت المشكلة الكبيرة وانتصروا علينا، وبكرة نحن ما رح نبسط هون بناء على طلبهم انه هذه البسطة مأثرة قال على الطريق العام وعم تعمل عجقات. اما السوري اللي جنبي هون اللي هو مغطى، والسوري اللي قدام هونيك، والسوري اللي بصور، والسوري والاف العربيات هودي مغطيين ما بعرف من مين. درك صاروا جايين كذا مرة وعم يجوا بطريقة كأنه أنا قتيل، كأنه سارق سرقة، كأنه أبصر شو عامل لمدينة صور، هذه مدينة الإمام الصدر. أنا بيجي لعندي من جين أولادي بيحط لي كلبشة اليوم وبياخذني لعنده على السجن لأنه ما قلت له بدي قيم البسطة، بدي أتعهد لهم إنه بكرة ما أكون هوني. أنا بدي وجه كلمة لدرك صور ولدولة صور، لدولتنا اللبنانية. انتوا شو عملتوا للمهجرين؟ انتوا شو قدمتوا لنا؟ انت كيف يعني بتقلي خلي قائد الدرك؟ ما خلينا نائب الا ما حكى معكم، ما خلينا حدا الا ما حكى معكم مرة وتنتين وثلاثة وعشرة، واخر شيء الله لا يعوضكم بركة والله لا يسامحكم ليوم الدين.